السلام عليكم. لو ما شفتش الفيديوهات من حكايه لوتشينغ فروح شوف الاول. واللي شفنا فيه ان لوتشينغ بعد ما هزم شياو شينغ بضربه واحده، الشيخ فينيغ بتتعصب من اسلوب له المستفز وبتقول والرب اللي اوريك وايه اللي هيحصل بعد كده هو ده اللي هنشوفه في فيديو النهارده. وبالمناسبه بما ان كتير من اخواتي طلبوا مني اسم المنهوا، انا ما اقدرش ازعلكم، في فيديو النهارده هو اسم المنهوا، لكن فين في فيديو النهارده بالظبط هو ده اللي مش هقوله. تابعني النهايه عشان تعرف معايا يا عزيزي المشاهد. ويلا عايزك تصلي على سيدنا محمد وتعمل لايك، ويلا بينا من غير ما نطول كتير نخش في الموضوع على طول. في فيديو النهارده بنشوف ان فينغ وهي طايره بتقول لو انا هعلمك الادب، وبتضرب هجوم قبضة البعبع. لو بيقول طيب وماله. وبعد الهجوم الكل كان قلقان على لو، اصل قبضة البعبع دي مش سهله برضه، لكن بنشوف ان معلم لو بيكون مفعل دراع حمايه ويدين على الذهول والتفاجؤ اللي في عينين الكل. لو بيقول لها مش هتقدري تهزميني. فينغ بتقول ازاي يجرؤ حته عيل زي ده مقاتل في عالم بناء الاساس على استفزازي. لو بيقول لها انت لسه شفتي حاجه، وبيطير لفوق وهو ماسك رمز الزعامه اللي خده من لين يانر وبيفعل مصفوفة حمايه الطائفه. الشيخة فينغ مش مصدقه وبتقول له انت ازاي قدرت تفعل مصفوفة حمايه الطائفه؟ بيرد له بكبرياء لا ده انا عاجبك. وفي الوقت ده الشيخ يوان بيقول ده رمز سيد الطائفه. لو في الوقت ده بيفعل هجوم السلاسل المميته، والسلاسل في ثانيه الا ثانيه بتكون مكتفه الشيخة فينغ، والسلاسل بتضم عليها اكتر واكتر. مرونغ بيقول الواد ده مش سهل. الشيخة فينغ بتقول للموجودين استنوا بس، وبتقول لي له انت مفكر انك هتهزمني؟ بس خلينا نشوف هتقدر تحافظ على طاقتك دي لحد امتى. اول ما تنتهي طاقتك ورينا هتعمل ايه يا حلو. وبيضحك له وبيقول لها كلامك مظبوط، بس من ساعة ما سيدي اداني عرشه ازاي ما ضحيش عشان احصل عليه. وشكل المصفوفة دي خطيرة فعلا، لان لو بيكون بدأ يتدفق من عينيه دم. ولو بيقول لها المفروض تكوني خدت بالك ان الرمز ده مختوم عليه، يعني محدش هيقدر يستخدمه غيري انا. عشان كده يا شيخة شياو شينغ ما تجبرنيش اني اقتل السمكة. وطبعا هو يقصدها هي بالسمكة لانه ماسكها بالشبكة. لو بيقول لها حتى لو اجبرتيني اني استخدم كل طاقتي فانت مش هتستحملي الالم وبرضه هتموتي جنبي. فينغ بتقول له يخرب بيت امك هتوديني في داهيه، انت اكيد مجنون. وفي الوقت ده الشيخ يوان بيقول فينغ بقول لك ايه، بما ان دي ترتيبات الزعيم الراحل الزاولين يانغ خلينا نديله فرصه، بالاضافه ان من غير الرمز اللي محدش يقدر يتحكم بيه غير لو، فمصفوفات الطائفه المركزيه وكنوزها زائد مناطقها السريه كلها مش هنقدر نستخدمها، وانت عارفه كويس ده معناه ايه. وفي الوقت ده الشيخة فينغ بتستسلم امام البطل المدمر العملاق الامبراطور الجبار الجبروت اظن كده كفايه ولا ايه؟ نرجع لموضوعنا. في الوقت ده الاخت شياو شينغ بتجري على المعلمه بتاعتها وبتقول لا مستحيل ازاي ده حصل. وفي الوقت ده الشيخ الاكبر مرونغ كوي بيقول لو تشينغ تستحق انك تكون تلميذ لين يانغ الخاص، انت بتمتلك نفس شجاعة سيدك لما كان بعمرك. النهارده كان خطأ الشيخة التالتة فينغ، احنا نقدر نعترف بيك دلوقتي كسيد طائفة مؤقت، بس لما قدرتش تتحمل المسؤولية دي في المستقبل احنا كشيوخ في مرحلة الجسد المشترك مش هتفرق معانا المصفوفة دي. لو في الوقت ده بيقول لنفسه الشيخ الأكبر دلوقتي هو مجبر على الاستسلام قدام قوة المصفوفة العظمى، ولكن عمره ما هيعترف بده قدامي أبدا. هو أصعب في التعامل من الشيخة فينغ. زولين يانغ استخدم الرمز لتفعيل تقنية التحويل السماوي لما تخطى المحنة، وده اللي أدى لبقاء بعض من قوة المحنة في الرمز ده. كل ده كان صدفة، بس لسوء الحظ هي برضو مش قوتي الخاصة في النهاية، دي بالعافية كانت كافية للسيطرة على الشيخة شياو فينغ. أنا كنت بكذب في كلامي عشان أخدعهم. وبينزل على الأرض بكل فخامة وبيقول حد عنده اعتراض يا ولاد الوسخ؟ في الوقت ده الشيخ يوان بيقول لو أنا أدعو سيد الطائفة ليجلس في عرشه بكل إخلاص. وكل اللي في القاعة بيقولوا نفس الجملة. المعلم لو بيروح ويقعد على العرش بتاعه وبيقول أنا لو تشينغ سيد الطائفة السماوية أعلن عن تعيين شيو آير وشياو شينغ ذراعي الأيمن والأيسر. الموزتين بيردوا قصدي البنتين بيردوا مفهوم. لو تشينغ بيقول الطائفة السماوية الثلاث شيوخ أسياد القاعات 12 الطلاب المرؤوسين ل300
ال8000 تلميذ الطوائف الفرعية ال36. سوف أبني قاعدة سموي هنا. تهاني على وصولك لعالم بناء الأساس وعلى متجر الأحجار الخالدة. لو بيقول جه الوقت إن نجرب خاصية النظام الجديدة. وبكده عزيزي المشاهد للأسف نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. إيه اللي هيحصل بعد كده هو ده اللي هنشوف الفيديو القادم. معلش يا اخواتي، عارف ان الفيديو مدته قصيرة، معلش اعذروني عشان مشغول قوي والله اليومين دول. ويلا بقى، عايزك تصلي على سيدنا محمد وتعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما ينزل الفيديو القادم. وبس كده، يلا جون فاي يا زميلي.